أن المسلم إذا ذهب المسجد لازم من بعد القيام من النوم صلاة الفجر أن يعتني بنظافة فيه حتى لا يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه بنو آدم، قال ذلك عليه الصلاة والسلام. لأن بعض الناس ما يبالي، يأتي يصلي وربما أتى بعد مسرعا يعني ينفخ فيظهر رائحة يؤذي المصلين، هذا لا يجوز. على المسلم أن يعتني بنظافة فمه. المشكلة يا أخوان أن هذه الروائح تخرج من الجسم، بعض العلماء ابن القيم يقول هذا بعضها دليل على خباثة القلب. هذه صعبة جدا، صعبة. لكن لو نظرت إلى أمرين اثنين تجد هذا الكلام جدا سديد. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رشحه أطيب من المسك، عرق النبي عليه الصلاة والسلام، هل لطهارة باطنه صلاة ربه وسلامه عليه، فلذلك ايش؟ حتى عرقه أطيب من المسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنقى البشر باطنا وظاهرا صلاة ربه وسلامه عليه. فلما كان رشح النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من المسك، هذا فيه دلالة على طيب الداخل الباطن، فظهر ذلك على الظاهر. الأمر الثاني أن هذا وجد في الكفار فيهم روائح نتنة جدا، وما هذا إلا ماذا يا إخوان؟ خبثي بواطنهم. بل ذكر ابن القيم بأن كثير من الناس يكون قبيحا، وأشدهم قبح قال الرافضة كأنهم مسخ لخبث عقائدهم، وهذا أيضا مشاهد معه. تجد بعض الناس حتى من سواد وجهه، حتى لو كان أبيض البشرة، لكن تجد أعوذ بالله فيه ظلمة في وجهه. وتجد في ناس أسمر البشرة بل أسود، ومع ذلك كأن النور يعني يشيع من وجهه. الباطن مهم جدا، فإذا كنت إياك أن تظهر منك رائحة قد يستدل بها على نجاسة باطنك أو على خبث باطنك. انتبه، على المسلم أن يهتم جدا بنظافة بدنه، بنظافة فمه، بالطيب والعطور. النبي صلى الله عليه وسلم كان ايش يقول؟ حبوا إلي من دنياكم الطيب والنساء، يعني يتعب على هذا الشيء. نعم كمل. فوائد الحديث: 1. مشروعية التسوق عند القيام من النوم والمبالغة فيه، لا سيما لمن يريد الصلاة. 2. التسوق عند تغير رائحة الفم قياسا على تغير رائحته بالنوم. 3. التسوق عند تغير رائحة الفم قياسا على تغير رائحته. نعم، يعني حتى لو كان لم يستيقظ من النوم، مثلا جلس صامتا مدة طويلة لا أكل ولا شرب، ممكن يحصل مع راحة فم، فيعتني بنظافة فمه. نعم. 3. عناية الشريعة الإسلامية بالنظافة. 4. أن التسوق في الفم كله، فيشمل الأسنان واللثة واللسان. طيب بالمناسبة أذكر هذا الشيء أيضا. بعض الناس إذا جاء يتحدث إلى شخص يقترب منه كثيرا، يا أخي هذا غلط بعد. يعني أولا قد يأخذ منك رائحة، وقد يأخذ منك مثلا أبخرة، وقد يتأذى هذا الشخص من هذه الطريقة. واضح؟ يا أخي تكلم، أخذ مسافة، يأتيك حط فمك فمك، ما يصير شيء، غلط هذا. يعني احذر من هذه الأشياء، قد يراها الإنسان هي إيش يسيرة، لكن عند الناس لا، بعض الناس ما يتحمل أصلا. فأنت خذ مسافة بحيث لو في رشاش، لو في رائحة، ما تؤذي اللي أمامك. لأن أكثر الناس يستحي يقول لك والله ترك آذيتني برائحة. انتبهتوا؟ وبعض الناس مدخن، وهذا المدخن ما يشعر بنفسه، ما يشعر بنفسه. حتى أن بعضهم يصعد المصعد يسمونه الأسانسير ومعه الدخان، هو كله متر بمتر ولا يشعر. حتى ذكر لي أخ واحد توفي رحمة الله عليه، يقول عن نفسه أنه كان يدخن، يقول كنت أدخل في وزارة ولا شيء، أشوف بعض الناس يتضايق، يعني بعض الموظفات والمراجعات تقول أوف، كلها جاي بيت أبوك، كان قاعد بيت أبوك. يقول ما كنت أشعر بأن الناس يتضايقون، لأن هذا عنده أحسن من البخور أصلا. شفت المدخن هذا المبتلى بالتدخين، لو تخير بين البخور وبين التدخين، مستعد يعيش يموت ما يشتري بخور ولا تولة واحدة. لكن التدخين يمكن لو كان صائما قبل التمرة يدخن، بل واعوذ بالله، مع انه نتن يعني اغلى بخور ما يلتصق في الملابس مثل التدخين هذا الخبيث، هذا المحرم. وبعض السيارات اللي تكون هذه الأجرة، تلقى متجرة واحد مدخن قبلك، تفتح المكيف ولا لو حاط فيه بخور ما يطلع مثل هذا حرام، هذا خبيث. على ما نبهوا الناس، على ما بينوا فيه بعض الرئة كيف محترقة من التدخين، وبعضهم كما قيل أوله دلع وآخره ولع، وصغير يظل يعمل كبارية المدرسة أنه يدخن ولا كذا، تو بالغ ومصدق نفسه ويدخن، ثم يبتلى بهذا،
وبعضهم والله في المستشفى مريض وعليه أجهزة معلقة وجيبوا له التدخين. فإياك يا مسلم، إياك أن تبلي نفسك بهذا الشيء. المهم إذا خاطبت أحد لا تلتصق فيه كثيرا لما بينت ذلك.